إن المساجد وبيوت الله مكان خصص وحجر على أن لا يذكر فيه إلا الله، لقاء لله، فيجب أن لا ندخل ومعنا شيء من أغراض دنيانا، لأننا أخذنا الزمن الكافي في أغراض دنيانا، فيريد الله أن نخصه بزمن 5 مرات في اليوم لنفرغ إليه. هذا الفراغ إليه لا يعطل لنا حركة الحياة، ولكن يعطينا الوقود لتصبح حركة الحياة كما يريدها الله الذي خلق هذه الحياة. إذن فالوقت الذي نختزله من مصالح دنيانا في الخارج نأخذه طاقة، كما تأخذ أنت بطارية وتوديها لحتة تنشحن فيها، فساعة ما توديها عشان تنشحن ما تقولش أنا عطلتها، ده أنت مديها تنشحن هنا علشان تدي خيرها في الإيه؟ في الخارج. كذلك الزمن الذي تستغرقه الصلاة.